مملكة الحريم بوتنشال لأفضل مسلسل، حصلت ولا ما حصلتش؟ عندي 3 حاجات عايز أقولهم في المسلسل والتالتة هتبهرك. صراحة المسلسل ده كويس جدا، بس أول حاجة حابب أتكلم عليها هي قصة 3 أمراء بيحاولوا يوصلوا للعرش، والطريقة اللي هما بيوصلوا بيها ورحلة كل واحد فيهم، اللي عايز العرش واللي مش عايزه واللي بيدور عليه بشكل ما أو بطريقة أخرى. كل واحد فيهم ليه أسبابه والقصة بتاعته. طيب، تاني حاجة مميزة في المسلسل ده أو تاني سبب تدفعك إن أنت تتفرج عليه بشكل جنوني، وهي الإخراج. الإخراج في المسلسل ده عبقري بصراحة، واحد من أفضل الإخراجات اللي أنت ممكن تتفرج عليها. مش الإخراج بس، كل عناصر الإنتاج في المسلسل من ملابس، ديكوريشن، كل الحاجات دي كانت ممتعة بشكل كبير وحلوة جدا بالشكل البسيط. والتمثيل برضك عليه عامل رائع جدا، أغلب الممثلين في حالاتهم بيقدموا عظمة، وفي ممثلين هيبقوا بشكل كبير جدا، واخصهم كريم محمود عبد العزيز. السبب التالت بقى واللي الصراحة هو اللي بيقلل كتير جدا من نقاط المسلسل ده قدامي، وهو الشخصيات. في شخصيات مكتوبة حلو، لكن في شخصيات حاولنا نديها غموض اكتر من اللازم. الكلام هنا عن شخصية كريم محمود عبد العزيز، احنا اديناها غموض عشان نخلي الاحداث تمشي وعشان نخلي الناس تتفرج على المسلسل. رغم كده الشخصية ما كانتش مستاهلة كل الغموض ده، ولكن تظل شخصية مكتوبة بشكل كويس. في شخصيات تانية كانت بتعمل أفعال معينة مش مبررة. طب هي ليه عملت ده؟ طب ايه هو المبرر الدرامي لده؟ بلاش النقطة دي. في شخصيات حرفيا ما كانتش في أفضل أحوالها أو بأفضل قوة ليها. في شخصيات اتبررت قوتها بمجرد سير أحداث. في شخصيات كانت ذكية وعملت تصرفات غبية كتير جدا. انا بحاول ما احرقش من المسلسل، لكن بعد فرجتي على المسلسل النهايه كانت سيئه. نهايه المسلسل مفتوحه بشكل كبير جدا. ال3 امراء لسه موجودين، 3 لسه بيتصارعوا على نفس العرش، وفي النهايه في واحد فيهم هو اللي موجود، وقراره هو القرار الصح. ولكن انت مش عارف هل القصه انتهت ولا في لسه اجزاء جايه. والقصه النهايه مفتوحه ما كانش افضل حاجه. كنت احب ان المسلسل ده يبقى سيزون 1، لأن هو يعتبر مسلسل سيزون 1. وده كان رأيي في مسلسل مملكة الحريم.